عمرك حسيتي براسك انسان مزيان بزاف ولكن في الاخر كتخرج ديما خاسر؟ كتعاون، كتسامح، كتسكت وكتقول ماشي مشكل، ولكن شي حاجه في الداخل كتحرقك، حيت واحد النهار كتفيق وتلقى راسك ضيعتي حدودك، والناس اللي كنتي كتحسبهم قريبين ولاو كيتعاملوا معاك بلا قيمه. والمشكل ما عمرك قلتي لا، وما عمرك حسيتي راسك كتفرط في كرامتك، حيت الظرافه ديالك كانت لابسه لباس طيبه. ولكن واش عمرك تسائلتي فين كيسالي الإحسان وكيبدا الاستغلال؟ واخا تكون نيتك زوينة، واش هادشي كيحميك ولا كيدمرك؟ خليك معايا، حيت الجواب ماشي بسيط وغادي يصدمك. الظرافة الزايدة ما كتجيش من الفراغ، في الغالب كتجي من الخوف من تزعل شي واحد، الخوف من تبان قاصح، الخوف من تبقى بوحدك. كاينين ناس تعلموا من صغرهم أن الحب خاصو يكون مشروط، كون مزيان باش يقبلوك، سكت باش ما تخسرش الناس. ومع الوقت كتولي كتربط القيمة ديالك بقداش كتسمح، بقداش كتضحي، بقداش كدير على حساب راسك. ولكن هنا كاين فخ خطير والناس ما كيهضروش عليه. علم النفس كيهضر على حاجة سميتها انعدام الحدود. ملي الإنسان ما كيعرفش فين يحط حدوده، الآخر بطبيعة الحال غادي يجرب، ومن بعد غادي يتجاوز. في الأول كيطلبوا حاجة صغيرة كتقول نعم، من بعد حاجة أكبر وكتقول نعم، حتى كيولي الاستغلال عادي والاحترام اختفى بلا ما تحس. والمشكل الأكبر، الناس ما كتشوفكش طيب، كتشوفك متاح ديما. وهنا كتوقع الصدمة. الظرافة الزايدة ما كتخليش الناس يحبوك أكثر، كتخليهم يحترموك أقل. خليني نقول لك واحد الحاجة صعيبة، الناس اللي كيسمح بزاف غالبا هما اللي كيتأذوا كتر، حيت كيكذبوا على راسهم، كيقولوا سمحت حيت أنا قوي، ولكن في الحقيقة سكتوا حيت ما عرفوش يهدروا. الفرق بين القوة والضعف ماشي في التسامح، الفرق في الاختيار. تسامح حيت بغيت، قوة. تسامح حيت خفتي، تدمير ذاتي. وإلا بغيتي دليل، شوف شحال من إنسان طيب ولكن معصب من الداخل، محبط ومتقلق بلا سبب واضح. الحل ماشي أنك تولي قاصح ولا أناني ولا تحارب الناس. الحل كيبدا من سؤال واحد: واش كنسمح حيت بغيت ولا حيت خفت؟ حدودك ماشي قلة أدب، لا ماشي قسوة، وأنك تعبر على راسك ماشي أنانية. الغريب ملي كتولي تحترم راسك، الناس كتبدل طريقة تعاملها معك بلا ما تهضر بزاف. ولكن هذه المرحلة كتحتاج شجاعة. الظرافة الزايدة ما كتضيعش غير وقتك، كتضيع كرامتك وانت محاش. وأسوأ حاجة أنك كتقول أنا مزيان وانت كتكسر بشوية بشوية. كون طيب ولكن بحدود، اسمح ولكن بلا ما تمحي راسك، وحب الناس ولكن ما تنساش تحترم راسك. إلا حسيتي هاد الكلام ضرب فيك، راه ماشي صدفة. وفي فيديوهات جاية غادي نهضروا كتر على كيفاش تحط حدود بلا ذنب، وكيفاش تقول لا وانت مرتاح، وعلاش احترام الذات كيبدل حياتك كاملة. إلا عجبك هاد النوع ديال المحتوى، تابع القناة، حيت الجاي أعمق.